هذا الفيديو خليه يشوفوه كل العراقيين، خليه يشوفوه كل الناس. قبل ساعتين من الآن مواطن هو وعائلته بالسيارة جاي بصفهم الموكب مال رئيس البرلمان المشهداني، لأن صاير بصفهم موكب المشهداني اللي مملوء تاهوات، صاير بصفهم سيارة المواطن اللي كلها نساء وعائلة قاعدة بيها. نزلوا يتهجمون علي بالغلط وجروه من الجامع ورادوا يضربونه وفلشوا سيارته، واللي نزلوا الحماية نزلوا بحقد، حاقدين على هذا المواطن، فلشوه تفلش. أنا أريدكم تشوفون الفيديو حتى أكمل لكم الكارثة. هيك يتجاوزون عليك انت وتخلفك. موكب رئيس البرلمان هيك يسوي. لا تغلط لا تغلط لا تغلط. والله ما تتجاوز. والله ما تستحي. يا رجل هي شغله عناد اشوف موكب من رئيس مجلس نواب. يا خير الجامع اعتدى علينا. اعتدوا علينا موكب رئيس البرلمان اللي خبخ الشارع. رئيس مجلس نواب اي اخي اول شيء لا تتجاوز. اول شيء لا تتجاوز. ليش صورتوا؟ انتوا شفتوا سويتوا؟ ما اعطيك التليفون. ولكم شنو ذنب هاي العائلة اللي قاعدة بالسيارة؟ ولكم انتم كلكم انتم وحماياتكم الإطاريين والمشهداني وباقي الإطاريين كلكم، ولكم انتم خدم عند الناس المفروض، ولكم انتم هاي الكراسي موجودين بيها حتى تخدمون الناس، ومن صعدتوا قمتوا تحتقرون الناس وتتهجمون عليها، وعبالكم الناس عبيد عندكم. لأن مواطن بسيط هو وعائلته صارت سيارته بصف موكبك نزلتوا تتهجمون عليه. والله ليش؟ لأن صارت بصف موكب رئيس النواب. خلي يشوفون كل العراقيين، خلي يشوفون كل الناس. أتمنى هذا الفيديو توصلونه لكل مكان، وأتمنى تطببونه لكل بيت. هم ذول اللي تردون ترحوا لهم للانتخابات، هي هاي الانتخابات اللي تردون ترحون بيها، لأن كل القوائم تابعة للإطاريين وتابعة ذولا، حتى ذولا يبقون متسلطين عليكم. مواطن بسيط هو وعائلته سووا بيه هيك، باكر عقبه انت من الطالب بحقك شو يسوون بيك؟ قسما بالله هذا الفيديو اللي صار ويا العائلة قبل ساعتين والله كفيل بإطاحة ذولا كلهم من كراسيهم. والله العظيم كفيل انه الناس ما تروح لهاي المسرحية الانتخابية، لأن الناس رايحة حتى يبقون ذولا بالحكم، لأن الناس رايحة لأن كل القوائم هي تابعة ذولا. انت المشهداني انت شنو حتى تسوي بهاي العائلة هيك اللي كلها أطفال ونساء، واجت ترعبهم انت وحمايتك وتهجمت عليهم وتضربون بالسيارة لأن صارت بصف سيارتك؟ صايرة بصف إمام هي لو صايرة بصف نبي؟ خلي يشوفون لواحيق الأحزاب، خلي يشوفون الناس اللي تركض ورا المرشحين، خلي يشوفون العالم اللي بعدها مؤمنة ولو 1% بالمسرحية الانتخابية. ذولا راح يبقون عليكم. هو هذا تعاملهم ويا الناس. ليش؟ لأن يشوفون الناس بهاي الحقارة، ويشوفون الناس هم عبيد عندهم، فاللي حاب يروح ينتخب خليه يروح بالعافية عليه. ذولا هم اللي راح يبقون. خلي يشوفون العراقيين شنو ذنب هاي العائلة البسيطة اللي طالعة يجوز عندها مريض، يجوز عندها فد موضوع معين، اللي طالعة يجوز تشتم هوا، حالها حال أي بشر بهاي الدنيا. هذا اللي سووه موكب المشهداني بيه، موكب الإطاريين.